الوردة البيضاء، قصة حقيقية مترجمة بنهديها لكل أم في عيدها. كان الجو صيف والمية ابتدت تهدى، وكنت ماشي على كورنيش نهر في طريقي للكنيسة اللي هوعظ فيها بالليل. وقفت شوية وبصيت في المية اللي في النهر، ولقيت نفسي سرحت وأنا بسأل نفسي يا ترى عدى كام سنة وكام قرن على المية دي وهي لسه ماشية في طريقها بتضحك على أي زمن، وكام حدث شافته المية دي وكتمت أسرارها جوه أعماقها المظلمة. كام واحد عدى من هنا قبلي ووقف يتفرج على المية زيي، فينهم دلوقتي؟ كام واحد منهم راح السما وهقابله في يوم من الأيام، وكام واحد راح الجحيم؟ فجأة خرجت من أفكاري على حركة غريبة جنبي. لفيت لقيت بنت صغيرة في السن، كانت لسه قايمة من كرسي من الكراسي اللي جنب سور النهر، وشفتها بتتحرك بسرعة ناحية السور ورافعة رجليها فوقه وبتحاول تنط. حاجة في تصرفها خلتني أترعب وقلبي يدق جامد، واندفعت ناحيتها وقلت استني استني. المفاجأة خوفتها، فبصت لي بعصبية ودهشة، وفي الضوء الخافت اللي جاي من لمبات الشارع شفت عيونها مليانة خوف، زي حيوان بري مرعوب بيدور على مهرب من الصياد. ملامح وشها كانت بتعبر عن حزن كبير وعميق قوي، أكبر من سنها، حزن يليق بحد فقد الأمل في الحياة. ما قالتش حاجة، فقلت لها معلش أنا آسف إني بكلمك وأنا غريب عنك، أنا واعظ وكنت في طريقي للخدمة اللي في الكنيسة اللي في آخر الشارع ده. شكلك بتعاني من مشاكل كتير وإحباطات، مش حابة تيجي معايا الاجتماع؟ هناك هتلاقي شخص عظيم محبوب يحب يكون أقرب ليكي من أخوكي، وهو يقدر يديكي سلام في قلبك. لكن رد فعلها ما كانش متوقع خالص. صرخت في وشي أنا مش عايزة أروح لأي مكان، مش عايزة أروح معاك، ومش عايزة حاجة من دينك، سيبني في حالي. ساعتها جات لي فكرة غريبة قوي. كان المضيف بتاعي مديني وردة بيضة وكانت لسه في جيبي. لقيت إيدي بتتحرك بسرعة وطلعت الوردة وقدمتها للبنت. استغربت من نفسي ومش عارف بالظبط أنا بعمل إيه، لكن حسيت إن روح الله هو اللي بيدفعني لده. قلت لها بلطف ممكن تقبلي الوردة دي مني؟ هسيبها معاكي تفكرك إن في الكنيسة ناس مستنيينك هيساعدوكي لو جيتي أو احتجتي أي حاجة. اندهشت جدا لأني لقيتها فجأة بتنتفض وبتتراجع وهي بتبص للوردة برعب، وبعدين بدأت تعيط وترتجف جامد من الانفعال. ساعتها ما كانش في إيدي حاجة أعملها أكتر، فأكدت لها ترحيبنا بيها ومشيت في طريقي. بعد ما خلصت الخدمة وأنا بنزل من على المنبر لمحت البنت دي في آخر الكنيسة قاعدة في ركن. بحركة انفعالية قامت من مكانها واتجهت ناحيتي في وسط الصفوف، وبدأت تتكلم معايا من غير ما تهتم حتى بنظرات الناس اللي بصلها. قالت أنا سمعت دعوتك إني آجي للرب يسوع، وأنا عايز أجيله فعلا، تفتكر ممكن يقبل خطية زيي؟ وبعدين ابتدت تكمل كلام وهي صوتها مهتز جدا. النهاردة بالليل كنت مقررة أنهي حياتي. لما كنت واقفة على النهر كنت خلاص هنط وموت نفسي، مش قادرة أكمل الحياة اللي عايشاها بقالي 5 سنين، لكنك ظهرت في اللحظة المناسبة والوقت المناسب وكلمتني، وحتى لما صديتك بطريقة وحشة اديتني الوردة البيضة دي. وأول ما جابت سيرة الوردة البيضة هنا بدأت الدموع تنزل على خدودها بهدوء، وكملت وهي بتبص للوردة ومتأثرة جدا. دي شبه الوردة اللي اديتها لي أمي من 5 سنين. بعدين رفعت عيون حزينة جدا ناحيتي وقالت لي من 5 سنين سبت بيت العيلة عشان أعيش في الشر. يوم ما سبت البيت ودعتني أمي وهي بتعيط وقالت لي أنت هتسيبيني، هتسيبي أمك بإرادتك عشان تخرجي العالم خاطئ وتعيشي في الخطية. خدي يا بنتي، خدي الوردة البيضة دي معاكي، الوردة دي هتفكرك بيا دايما، وفي كل مرة تشوفي فيها وردة بيضة وانت بعيدة عن هنا افتكري ان ليكي أم مش هتبطل تصلي لا ليل ولا نهار عشان ربنا يرجعك لحضنها، بنت طاهرة مغسولة بالدم. وضافت وهي وشها متغطي بالدموع الوردة البيضة اللي اديتهاني النهاردة رجعتني لنفسي،
وذكرتني بصورة أم التقية وكلامها اللي نسيته في وسط شروري الكتير. دلوقتي تفتكر في أمل لخطية زي؟ كنت بسمعها وأنا مش مصدق. بعدين قريت معاها الجزء اللي موجود في أشعياء 1:18: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. وهي سمعت باهتمام وبعدين انفجرت في بكاء مر. محبة ربنا يسوع المسيح غلبتها. البنت دي رجعت لأبوها وأمها، وحياتها دلوقتي بتشهد عن نعمة ربنا المخلصة. وأنا متأكد إن صلوات أمها هي اللي حطتني في الطريق ده في اللحظة الحاسمة، لأن الصلوات دي عمرها ما بتضيع، لأن المحبة لا تسقط أبدا.